السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ بتكونوا بخير وفي احسن حال. احنا اتفقنا ان احنا هنفرد حلقه مخصوص ايه هي سنه الرسول عليه الصلاه والسلام في الاكل وفي الشرب. هنحاول برضو نقولها بطريقه سهله وبسيطه كده. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول ايه؟ نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. وانا صغيره كنت فاكره ان نشبع دي ان احنا بنقعد ناكل ناكل وما بنشبعش، لكن معناها ايه؟ معناها ان احنا ما فيش حاجه اسمها فطار الساعه كذا، غدا الساعه كذا، عشاء الساعه كذا. السنه على الرسول مش كده، صلوا عليه. السنه ان احنا ما بناكلش غير لما نحس فعلا ان احنا جعانين. طيب ولما نيجي ناكل ما بنشبعش، يعني ما بنقومش واحنا شبعانين وماليين بطننا، عشان نقدر نمارس حياتنا بطريقه خفيفه واحنا خفاف كده، مش حاسين ان احنا تقلانين. كمان حتى عشان نعبد ربنا، نقدر نصلي ونقدر نعبد ربنا واحنا برضو خفاف. تمام، حتى العبادات تكون خفيفه علينا. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني ايه؟ يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان شر وعاء، هو شبه المعده هنا بالوعاء، شر وعاء ممكن يملاه البني ادم فهو معدته. يبقى معنى كده ان الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا ان احنا، او عرفنا يعني ان احنا ما ينفعش نملاه، لان ده هيسبب لنا مشاكل. فالموضوع من زمان ان المعده فعلا لازم نخلي بالنا ونحافظ ايه اللي بيدخلها وما نملاهاش، علشان فعلا ما تسبب لناش مشاكل صحيه. تمام، بحسب لقيمات. يعني ايه؟ يعني ياكل كميه صغنونه، كميه اكل صغنونه، يحس بعدها ان هو قادر قايم يتحرك. تمام، طب خلاص، ولو لابد وفاعل وهيقعد وهياكل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. احنا ناكل ما نقومش واحنا شبعانين، ناكل ويبقى ونشرب ويبقى عندنا لسه في مجال ان احنا بنتنفس باريحيه، مش ناكل زي ما بيقولوا الاكل كبس على نفسه، مش بنقولها كده بالبلدي. فلا، ما بنوصلش للمرحله دي خالص. تمام. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام برضو قال ايه؟ قال ان المسلم بياكل في وعاء واحد، اما الكافر فبياكل في 7 أوعية. طبعا احنا بنلاحظ الانسان لما بيجي مثلا بيعمل دايت او حاجه، او بيحافظ على اكله، تمام، بيروح يجيب هو طبق واحد. بتلاقيهم مثلا لو حد بيقدم محتوى للدايت او كده، بتلاقيه هو طبق واحد حاطط فيه بولة رز مثلا، شويه خضار صغيرين، كله في طبق واحد. تخيلوا، ما هو ده عشان الانسان مثلا يحافظ على صحته او انه يخس شويه عشان يبقى جسمه كويس، فهو بياكل في طبق واحد. ده برضو الرسول عليه الصلاه والسلام من زمان قال ان المسلم بياكل في وعاء واحد. تمام، يبقى معنى كده ان احنا مش بنحط بقى اكل كتير، عشان ده ما يجبرناش ان احنا ناكل كتير. لو حطينا اكل كتير واشكال كتير واصناف كتير، فهناكل كده كده كتير، لان الانسان يعني الاكل في حد ذاته شهوه، فهياكل بقى، هيبقى عايز يشتهي وياكل كل حاجه. تمام، ملناش دعوه طبعا بالناس اللي هم بيبقى نفسهم مسدوده دول واللي اكلتهم صغنونه دول، يعني دي حالات شاذه يعني. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه في الاكل؟ يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يبقى الاصل ان احنا بنسمي قبل ما بنبدا الاكل، بنسمي بسم الله. طب ولو نسينا وافتكرنا في نص الاكل، نقول بسم الله اوله واخره. تمام. التسميه طبعا، اللي احنا لما بنذكر اسم الله على حاجه، فان شاء الله باذن الله الحاجه دي مش هتضرنا. تمام. طبعا كل بيمينك دي سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، يبقى الاصل ان احنا ناكل باليمين. لكن الناس الشطلويه اللي ما بتعرفش تمسك المعلقه غير بايديها الشمال، بنحاول معاهم وبندربهم ان على الاقل الاكل يكون بالايد اليمين. في كتير منهم فعلا بينجح وبيعرف. انا لما كان دراعي اليمين مكسور، تمام، كنت متخيله ان هيبقى صعب جدا ان انا اكل بالشمال، لكن على فكره اتعودت ان اكل بالشمال، رغم ان انا عمري ما اكلت بايدي الشمال. فالموضوع بيبقى ممارسه وتعود. تمام، فمش هيبقى صعب ان شاء الله باذن الله. طيب خلصنا اكل، فبنحمد ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيحب ان عبده لو كل او شرب ان هو يحمده على اكله وعلى شربه دوت. فبنقول ابسط حاجه الحمد لله. ممكن نقول الحمد في صيغ كتير جدا للحمد. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا من غير حول منا ولا قوه. اصلا اللي بيقول الدعاء دوت كمان، غير ان هو حمد ربنا بعد الاكل وحقق سنه الرسول، لا ده كمان بيغفر ذنبك لمجرد ان انت اكلت وحمدت ربنا ان انت اكلت، بس بيغفر ذنبك. طيب ايه تاني؟ لو جينا قلنا مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام في اكلات ما كانش بيحبها، او في اكلات ما كانش بيحبها، او زي ما بنقولوا بنأنفها، مش قادرين ان احنا ناكلها. الرسول عليه الصلاه والسلام في مره اتقدم له ضب. في
اماكن او قبائل بياكلوا الضب، فالرسول عليه الصلاه والسلام ما اكلهوش. ولما اتسال هل ده حرام، فقال لهم لا، بس انا في قوم مش بناكله، فعشان كده انا مش هقدر اكله. فعادي ان الانسان ما يحبش اكل، او ان هو يأنفه. كان زمان برضه واحنا صغيرين، لا ما تقوليش ان انت ما بتحبيش الاكله الفلانيه، لا ما تقوليش مش عارفه ايه، حرام. لا عادي يا جماعه، احنا بشر عادي ممكن ناكل اكل، وناس غيرنا مش متقبلينه، فما فيش اي مشكله. تمام. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام ما عاب طعام قط. تمام، يعني عمره ما عايب على اكل. لو اشتهاه اكله، وان كرهه تركه. تمام. الرجاله بقى اللي يمسكوا الاكل وحش، الاكل مش عارفه ايه، الاكل مش عارفه ايه، لو من باب النصح فننصح بطريقه لينه ما تخليش اللي قدامنا يتضايق. لكن لو من باب ان احنا ننقد بس لمجرد النقد، فده مخالف للسنه وما ينفعش. تمام. إيه طيب الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيشرب ازاي؟ طبعا معلومه وكلنا عارفينها، بس اهو في الاعاده افاده. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقسم الميه اللي هيشربها ل3 اجزاء، بيشربها على 3 مرات، وبيشرب وهو قاعد. تمام. هل معنى كده ان حرام نشرب واحنا واقفين؟ لا، الرسول عليه الصلاه والسلام شرب وهو واقف، مفيش مشكله. بس لما اتسال عن الشرب فقال ان ده اروى وابرأ وامرأ. والعلم الحديث اكتشف ان الانسان لما بيشرب وهو واقف الميه بتنزل بسرعه والجسم ما بيستفادش منها الاستفاده الكامله، لكن لما بيشرب وهو قاعد فالميه بتنزل المعده وبتغيب فيها فتره شويه حلوين، فبيقدر الجسم ان هو يستفيد منها. تمام. طيب ليه بنشرب على 3 مرات؟ بنشرب على 3 مرات علشان الانسان يعرف ياخد نفسه. تمام. بيبقى في مجال ان هو شرب فياخد نفسه ويتنفس بره الاناء مش جوه الاناء، فعشان برضو ما يتقذرش او ما يبقاش مش نظيف، فغيرنا يقرف لو اكتر. ممكن حد يشرب بعدين. تمام. طيب هل بينطبق ده على عبوات الميه الصغنونه، ازايز الميه اللي احنا بنشتريها من بره، الكنز، الحاجات دي؟ والله هي ما دام لو استخدام لمره واحده فما فيش مشكله، وهو استخدام شخصي فما فيش مشكله. بس هو العبره زي ما قلنا ان هي ما تتقذرش لما بننفس، فممكن حاجه مثلا من المناخير او من البق تنزل فيها فتتقذر، فيبقى يعني صعب ان احنا نشرب منها مره ثانيه او حد يشرب كمان فيها. تمام. تاني حاجه اللي زي ما بنقول ان الانسان يشرب بسرعه فيشرق، وده غلط عليه. تمام. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام بقى ايه الادام بتاعه؟ ايه اللي كان بياكله؟ الرسول قال ان نعمه ادام الخل. يعني الخل، رغم ان الدراسات بتقول مثلا الخل ده حاجه حمضيه وحموضه المعده ومش عارفه ايه، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام كان مع الخبز كان عادي بيستخدم الخل، فده يعني كويس ان احنا نقدر نستخدمه على قد ما نقدر. سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. كان زيت الزيتون، كان الرسول عليه الصلاه والسلام بيحب زيت الزيتون، وبيقول كلوه وادهنوا بيه. يعني مثلا لو حد عنده تعب، يعني انا دكتور عظام جزاه الله كل خير، كان بيقول لي احسن من الكريمات والمسكنات دفي شويه زيت وادهني ايدك لما كانت وجعاني، ادهني ايدك بيها مثلا، فده احسن من احسن مسكنات. وده حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام. كلوا الزيت وادهنوا بيه فانه من شجره مباركه. تمام. طيب في بقى حاجات مثلا كان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بياكلها، بس احنا مش عارفه، هي مش موجوده بقى دلوقتي، مش بناكلها كتير، مش منتشره. كان بيحب الدباء ده اللي هو اليقطين والقرع، ده احنا عارفينه. والقديد ده اللي هو اللحم اللي بيبقى مملح كده ومجفف في الشمس، فدي برضو سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. والرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحب من اللحمه اكتر جزء برضو الذبيحه، كان بيحب الكتف. تمام. عشان برضو يعني اللي حابب يقتدي بسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. وكان بيحب من الفاكهه نبات اسمه القثاء، هو نبات شبه الخيار كده بس بيقولوا اطول، انا برضو شخصيا ما اعرفوش بصراحه. تمام. لما الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحب بيشرب الحاجه الحلوه والبارده. تمام. ما كانش بيشرب الحاجات الحاره السخنه قوي. تمام. طبعا في حاجات كتير لو قعدنا بقى نتكلم فهنتكلم بقى حاجات كتير، منها ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحب التمر، وكان بياكل التمر باعداد فرديه 3 5 7، دي برضو سنه عن الرسول. وفوائد التمر طبعا كتير. في حاجه برضو من الرسول نهانا عنها، ان احنا ننفخ عشان نبرد الاكل. المفروض ان احنا ما بنقدمش الاكل سخن، بنرفع لغايه لما يبرد وبعدين نبدا نغرف وناكل.
لكن ما فيش حاجه اسمها ان انا ببرد حاجه هشربها فانفخ فيها عشان تبرد، او الاكله مثلا هاكله فانفخ فيها علشان يبرد. ليه؟ برضو العلم الحديث اكتشف ان البق بيبقى فيه بكتيريا، والبكتيريا دي بتبقى نافعه، لكن لما بتتصادم مع سطح ساخن بتتحول بقى من بكتيريا نافعه لبكتيريا ضاره، فانت كده حولت الاكل بتاعك لفيه بكتيريا كمان بكتيريا ضاره، فنيجي ناكلها بعد كده فبتدخل بقى تضر الجسم اكتر من ان هي تنفعه. تمام؟ فبرضو ما ينفعش ننفخ في الاكل، ودي سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. تمام كده؟ انا قلت لكم ملخص كده وحاجه بسيطه برضو عشان وقت الفيديو، لكن بعد كده ممكن نفرد حلقات كتير بعد كده ان شاء الله باذن الله. اتمنى ان اكون افدتكم، ما تنسوش تصلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.